التكنولوجيا دلوقتي بقت موجودة حوالينا في كل حتة، الكمبيوتر داخل في كل الصناعات، من أول الطب للصناعات المختلفة والزراعة وحتى الأفلام والمسلسلات، كل حاجة دلوقتي التكنولوجيا داخلة فيها، عشان كده الكمبيوتر بس. سمعت الكلام ده كام مرة قبل كده؟ لو دخلت عملت سيرش على كلية حاسبات ومعلومات بس هتلاقي عشرات ومئات الناس بيتكلموا عن الكلية، والمشكلة إن معظمهم ما دخلوش كلية حاسبات، أصلا كل الناس دي دونت هاف ذا رايت إنهم يتكلموا في حاسبات، فالفيديو ده هيبقى مختلف يا برو. عشان أنت ما عشتش اللي هم عاشوه. تاني دخول رايق لمروان موسى بعد الفيديو الاول، وزي ما اتكلمنا في الفيديو الاول عن تجاربي وتجارب ناس مختلفه في المجال، الفيديو ده هيكمل على نفس السياق، نتكلم عن نقط تانية في حاسبات ما اتكلمناش فيها في الجزء الاول. كل حاجه لها ايجابيات وسلبيات. سلبيات الكليه كتير جدا على المستوى النفسي، على المستوى الجسدي، بس ده مش الفيديو بتاعها، صح؟ الفيديو بتاعها حتى خلاص، بس قول السلبيات. يعني العامل النفسي بيتدمر خالص من الشغل، انت ذهنك بيبقى شغال على طول، الحاجات دي فعلا على المستوى النفسي بتقلل العمر. انت لو دخلت عملت ريسيرشز كده هتلاقي للاسف احنا بنموت بدري. فلو انت اتفرجتش على الجزء الاول تقدر تروح تشوفه، سيبهولك في الاي اللي فوق، او تقدر تتفرج عليه بعد الفيديو ده. وعشان طبعا الفيديوهات دي بيتبذل فيها مجهود كبير سواء مني او من الناس اللي معايا، احب اشكرهم جدا على تجاربهم في الفيديو ده، فانزل اعمل لايك تقديرا للمجهود، ويلا بينا نبدا في اول حاجه هتتعلمها من الكمبيوتر ساينس، وهي اتخاذ القرارات. قرارات صعبه، كلنا بنتحط في مواقف وبنضطر ناخد قرارات صعبه. في بدايه الكمبيوتر ساينس خالص لقينا ان احنا محتاجين نعرف الكمبيوتر ازاي يتخذ قرارات، كانه طفل صغير حرفيا، الطفل الصغير مش عارف ياخد القرارات ازاي، فالكمبيوتر نفس الكلام، عايزين ندخل له انبوت ياخد فيه قرار او يعمل عليه عمليه معينه عشان يطلع اوتبوت، وده خلانا نبدا نتعرف على نفسنا وطريقه تفكيرنا من خلال تعليمنا للكمبيوتر ده ازاي يتخذ قرارات، زي الاب والام لما بيكتشفوا حاجات في نفسهم مختلفه وهم بيعلموا اولادهم، وده بيخليها رحله ممتعه. اتخاذ القرارات في حاله الكمبيوتر بيتم عن طريق حاجه اسمها ديسيجن تري، بتستخدم دلوقتي في حاجات اساسيه جدا كلنا بنستخدمها في الكمبيوتر، زي التكست ريكوجنيشن، لما بتيجي تكتب رساله مثلا الكمبيوتر بيقول لك ان الكلمه دي السبيلنج بتاعها غلط، او الكلمه دي شبه كلمه ثانيه انت قصدك الكلمه دي، فدي حاجه اسمها التكست ريكوجنيشن او التعرف على الكلام. ده بيتم عن طريق ان الكمبيوتر عنده قاموس كامل من الكلمات بيقارنه مع الكلمه بتاعتك، وبيشوف الديستنس او عدد الحروف المختلفه قد ايه، وبالتالي بيرشح لك اقرب كلمات للكلمه دي. الديسيجن تري بكل بساطه بتشتغل زي ما عقلك بيشتغل في سؤال الام سي كيو، قدامك سؤال فيه 4 اختيارات وانت مش عارف الاجابه الصحيحه، فانت بكل بساطه بتبدا تستبعد كده احتمالات عمرها ما هتكون الاجابه الصحيحه. خلي بالك انت الكلام ده ما حدش هيقوله لك، انا بكلمك كده كاخ بقى، خلاص الكلام ده كمان 5 سنين تاريخ. ونفس الكلام بيحصل في الايمج ريكوجنيشن، لو اديت مثلا للكمبيوتر صوره كلب فالاول بيتعرف على انه حيوان فبيستبعد كل الفصائل الثانيه، بعد كده بيشوف هو انهي فصيله من الحيوانات، هل هو من الطيور، هل هو من الاسماك، هل هو من الزواحف، هل هو من الثدييات. اول ما يتعرف ان هو من الثدييات فبيبدا يستبعد كل الفصائل الثانيه، وبعد كده بيدخل على الجزء اللي بعده، هو انهي فصيله من الثدييات دي. بعد كده لما يريكوجنايز او يتعرف على انه كلب بيبدا بقى يشوف انواع الكلاب، هل هو لابرادور، هل هو جيرمان شيبرد، هل هو شيواوا مثلا، وفي الاخر بيطلع لك المعلومات الكامله عنده، والعمليه دي كلها بتاخد جزء من الثانيه، فانت حرفيا مش هتحس ان هو بيعمل كده، وده بيسمى بالديسيجن تري، لان زي ما انت شفت قدامك هو بيبقى على شكل هرمي او على شكل شجره، وده على المستوى الشخصي بيخليك تفكر بطريقه الكمبيوتيشنال ثينكينج او التفكير زي الكمبيوتر اللي هو اصلا بيفكر زينا من البدايه. ده بيساعدك ببساطه ان انت تشوف حياتك كلها عباره عن يس اور نو، لو لا خلاص انا هلغي كل المعطيات دي، ولو يس بتبدا بقى تمشي في نفس الطريق ده، تشوف المعطى بتاعك وتركز عليه، تقسم كل الافكار اللي عندك ليس اور نو كويستشنز او لاجزاء صغيره عشان تقدر تتخذ فيها قرارات اسرع، وكمان تشوف الانماط المتكرره الريبيتنج باترنز اللي بتحصل عشان تقدر تخلي فيه باترن او نمط معين تمشي دماغك عليه. اي حد داخل كمبيوتر ساينس هيتعلم كتير جدا على المستوى الشخصي قبل المستوى العلمي كمان، الحاجات اللي هو هيدرسها هيتعلموا بروبلم سولفنج مش منتصر بس على التكنيكال سكيلز، لما تحل الحاجات دي اصلا في الحياه عامه المواضيع بالنسبه لك تتقسم وتبدا تحطها برانشات صغيره قدامك تبدا تحلها بطريقه صغيره، بدل ما تبص للمشكله بشكل كبير جدا، ايه ده لا دي مشكله مش عارف ايه، ما تبصليش انا شخصيا، انا بتكلم عامه. لا دلوقتي اتعلمت ان انا لازم هعمل 1 2 3 4، الطريقه دي اصلا عندنا موجوده في المجال، مرتب افكارك وعارف انت رايح تعمل ايه، من كتر اللي انت بتمر بيه في الكليه يخليك تتعلمه وتطبقه في الحياه. وده مش بس بيساعدك في اتخاذ القرارات، لا ده كمان بيساعدك على ايجاد حلول لمشاكل كتيره جدا في حياتك الشخصيه. خلينا بقى كده نقوم نقف ونركز عشان الحته دي مهمه جدا جدا. هيلاقي بيستخدم اللي هو فهمه في الداتا ستراكشر في الحياه فيوصل للحاجه اسرع، ودماغه تبقى رايحه دايما ناحيه الحل، براجماتيك اورجنايزد، واخد بالك، حب الداتا ستراكشر. لو انت طالب في حاسبات او ناوي ان انت تدخل حاسبات فاكيد انت سمعت من مليون واحد كلمه بروبلم سولفنج. بروبلم سولفنج بكل بساطه هي طريقه ان انت تلاقي حلول للمشاكل بتاعتك، اعمل 1 2 3 عشان اقدر احل المشكله دي. الطريقه دي في التفكير بيسموها الالجوريثميك ثينكينج، بمعنى اوضح بتبدا تفكر زي الالجوريثم اللي موجود في الكمبيوتر، والالجوريثم مش مختلف كتير عن الطريقه اللي دماغنا بتفكر بيها، الالجوريثم ده عباره عن خطوات وبيتم تنفيذها بالترتيب، عشان كده الالجوريثميك ثينكينج هو جزء
جزء اساسي في دراسه الكمبيوتر ساينس ومن افيد المهارات اللي هتتعلمها في حياتك. بالفعل اصلا في كليه حاجه اسمها بروبلم سولفنج، ان هم بيحلوا مشاكل فيها ماثيماتكس، فيها لينير الجبرا، فيها الجوريزمز. الحاجات دي محتاجه واحد يكون بيفكر كتير. وخليني اديك مثال. فاكر التباديل والتوفيق بتاعت اعدادي لما كنت بتحط الرقم جنبه علامه تعجب وتحاول تجيب التباديل للرقم ده، تباديل رقم 3 مثلا؟ مش فاكر؟ مش مهم. خليني دلوقتي اديك مثال تاني، فزوره بسيطه. فزوره كباري مدينه نصر. خلينا نتخيل ان مدينه نصر فيها نهرين، والنهرين دول عليهم 7 كباري عشان يقدر يوصلوا المدينه ببعض. تقدر تعدي على ال7 كباري من غير ما تعدي على كوبري واحد مرتين؟ ممكن تبدا من اي مكان براحتك وتنتهي عند اي مكان. الشرط الوحيد ان انت ما تعديش على نفس النقطه مرتين. هسيب لك الصوره كام ثانيه كده تقدر تفكر فيها. ايه مش عارف؟ خلينا نفكر مع بعض. خلينا نبدا من رقم 1 ونعدي منه على رقم 2، بعد كده على رقم 3، بعد كده هنضطر نعدي على رقم 6، بعد كده 5، بعد كده قدامنا يا اما نعدي على 7 يا اما 4. لو عدينا على 7 هنوصل تاني للكوبري رقم 6، ولو عدينا على رقم 4 هنوصل تاني للكوبري رقم 1 و2 و6. فالحل ده مش هينفع. خلينا نجرب ونبدا من كوبري جديد. خلينا دلوقتي نبدا بكوبري 7. لو عدينا من كوبري 7 وبعد كده عدينا من كوبري 4 لكوبري 1 ورجعنا من كوبري 2 هيبقى قدامنا اختيارين، كوبري 5 او 6. لو عدينا من كوبري 5 هيبقى قدامنا كوبري 7 و4 اللي عدينا عليهم قبل كده، ولو عدينا من كوبري 6 هنعدي بعدها على كوبري 3 ومش هنبقى وصلنا لكوبري 5 اطلاقا. فالحل ده برده مش هينفع، وهنفضل نجرب في كل الحلول المحتمله لحد ما نلاقيش حل خالص. خلينا دلوقتي نبسط المساله شويه ونخليها 3 كباري بدل 7. عدد الكباري دلوقتي اقل، فهنقدر نجرب كل الحلول المحتمله بكل بساطه. لو بدات كوبري رقم 2 فانت قدامك 6 او 5، فالترتيب 2 6 5 او 2 5 6. ولو بدات من 6 فالترتيب هيبقى 6 5 2 او 6 2 5. ولو بدات من 5 فالترتيب هيبقى 5 6 2 او 5 2 6. كل الحلول المحتمله هي 6 حلول. عرفنا منين انهم 6؟ لان احنا بدانا نجربهم لحد ما الاحتمالات خلصت. ولكن في علم الكمبيوتر ساينس، وعشان الكمبيوتر ساينس مرتبطه بشكل كبير بالماث، فده هو علم التباديل او البرميوتيشنز، وده بيخليك توجد كل الحلول من غير ما تجرب. تباديل رقم 3 3 في 2 في 1 ب6 حلول. ولو طبقنا نفس الفكره على المساله اللي فيها 7 كباري يبقى التباديل رقم 7 7 في 6 في 5 في 4 في 3 في 2 في 1 هيديك 5040 حل محتمل. وفكره اصلا ان احنا عايزين نجرب كل الاحتمالات الممكنه لحد ما نلاقي حل، ده في الكمبيوتر ساينس بيسمى بالبروت فورس الجوريزم. بروت فورسنج عامه كمفهوم، مثلا انا معايا الاكونت بتاعك عايز افضل اجرب عليه باسوردات لحد ما اوصل. كل اللي انت بتعمله انا واحد عارف اسمك حلمي محمد واحطه على وورد ليست كبيره جدا واسيبه يشتغل. وكل ما تزود فضاء العينه الاحتمالات هتزيد اكتر واكتر. عشان كده لما بتيجي تعمل باسورد مثلا في اي ويب سايت او اي ابلكيشن بيقترح ان انت تحط لتر كابيتال ابر كيس ولتر عادي وسيمبلز او رموز وارقام. كل الاختيارات دي بتزود فضاء العينه. فبدل ما كان الباسورد مثلا العينه بتاعته مجرد 9 ارقام تقدر تحطها، دلوقتي بقى فيه ابر كيس اللي هي 26 حرف ولور كيس 26 حرف كمان. ففضاء العينه بيزيد لاكتر من 100 انبوت. فانت في تباديل 3 كانت الحلول بس 6، تباديل 7 الحلول نطت ل 5040. جرب كده تباديل 100 مثلا هتلاقي ان الرقم اكسبوننشلي تضاعف بشكل كبير جدا، لدرجه ان انت لما تيجي تحسب تباديل رقم 200 هتلاقي ان الرقم انفينيتي. هو رقم كبير جدا على انه يتحسب. لو فاكر ان الموضوع وقف عند رقم 7 او رقم 10 او رقم 100 او حتى رقم 200 وان الباسورد يبقى اصعب، دلوقتي اي كمبيوتر حديث مهما كان صغير، السمارت فون اللي في جيبك مثلا قادر يعمل اكتر من 16 تريليون عمليه في الثانيه الواحده. احنا كده مش بنتكلم بقى على 5000 احتمال او 10000 احتمال، احنا بنتكلم على تريليونات الاحتمالات. وماده زي ماده الجوريزم او خوارزميات في الكمبيوتر ساينس بتعلمك ان ده مش الالجوريزم الوحيد. مش كل المشاكل بتتحل بطريقه البروت فورس، لان في مشاكل الانبوتس فيها كتير جدا لدرجه ان انت ما تقدرش تحسبها، ولو قررت ان انت تحسبها الكمبيوتر ممكن يقعد ملايين السنين يحسب فيها بالبروت فورس. فعشان كده طورنا الجوريزمز مختلفه زي الديفايد اند كونكر او الجريدي، وكل الالجوريزمز دي هتعلمك ازاي فعلا تحل المشكلات في حياتك الشخصيه. اعتقد الريكيرجن اكتر حاجه بيعلمها لك ان انت تصحى كل يوم تشتغل وما تشتكيش. هو ده فعلا الريكيرجن. من دلوقتي مفيش سلك على السور، مفيش شده، اللي عاوز يتعلم يتعلم، اللي عاوز يروح يتفضل. زي ما قلنا في الفيديو اللي فات، هي فكره تعلم كيف تتعلم، هاو تو سيرش او هاو تو ليرن. السيلف ليرنينج والسيلف ستادي من اهم المهارات اللي هتتعلمها في حياتك، وهو الاساس او الكور بتاع الكمبيوتر ساينس. لان ببساطه الكمبيوتر ساينس والعلم بتاعه لما بتيجي تكتب برنامج هو مفيش طريقه واحده انك تكتب بيها البرنامج ده، في مليون طريقه. فانت بتسيرش وتشوف الطرق الموجوده، وساعات بتبتكر طرق جديده تناسب الاحتياجات بتاعتك. يعني جمع كده مليون ديفلوبر واديهم نفس البرنامج بنفس التفاصيل، واشترط عليهم ان هم يستخدموا نفس اللغه، رغم ان هي نفس التفاصيل ونفس اللغه هيطلع من المليون مبرمج دول مليون برنامج مختلف، كلهم فيهم نفس الاوتبوت اللي انت عايزه، ولكن كلهم مكتوبين بطرق مختلفه. وده بيخلي المبرمجين اكتر ناس يقدروا يعملوا عمليه فيجواليزيشن او عمليه تخيل للاوتبوت او النتيجه ممكن تبقى ايه، وده بيساعدهم في حياتهم اليوميه كل يوم. ودايما السيرشنج والتعلم كل يوم، حرفيا كل يوم، هيساعد خيالك وعقلك ان هو يبقى خصب اكتر، تفكر في افكار كرييتيف اكتر ومختلفه عن كل الناس الثانيه. انت نفسك اتغيرت قبل الكليه وبعد الكليه؟ اكيد اتغيرت جامد على مستوى
مستوى التفكير. لو انت شايف مشكله انت الناس كلها بتقول لك هو ده الحل هو ده الحل هو ده الحل، ممكن انت تبص لها بطريقه ثانيه خالص من ورا، اللي هو لا يا جدعان احنا ممكن نعمل حاجه ثانيه خالص ما جاتش على ذهنهم اصلا. وخلينا دلوقتي ندخل على الرابع حاجه هتتعلمها من الكمبيوتر ساينس، وهي الصبر او الانتي بيرفكشنزم. لو انت بتتفرج لحد دلوقتي فانت بني ادم صبور، فما تنساش تعمل لايك للمجهود اللي مبذول في الفيديو ده، وتعالوا نقعد بقى ونتكلم في حته الصبر. ده واحده بتجري ليه؟ واحده واحده ورانا ايه؟ على مهلك يا حبيبي. الصبر هو شيء مهم جدا هتتعلمه في الكمبيوتر ساينس، عشان زي ما قلنا وانت بتتعلم اي شيء وانت قاعد بتبرمج او بتكود لازم تكون صبور، لان انت طالع من مرحله الثانويه العامه انت متعود ان المعلومات كلها موجوده في كتاب او ملزمه، والمعلومات نفسها بتيجي في الامتحان، وده مختلف تماما في الكليه سواء كنت في كمبيوتر ساينس او في اي كليه ثانيه. انت عشان تعرف المعلومات دي مش هتقتصر على كتاب الدكتور مثلا ولا ملزمه معيد ولا كورس حتى هنا او هنا، لازم يكون عندك مصادر مختلفه كتير عشان تقدر تفهم الصوره كامله، ومش هتفهمها عشان تنجح في الامتحان. النجاح في الامتحان مش هو العامل. انت طالع من الثانويه العامه فاكر ان الموضوع كومبيتيشن، مسابقه مين اللي يقدر يجيب درجه اعلى في الامتحانات دي، ولكن الكليه مش كده تماما. محتاج ان انت تصبر عشان تجيب المعلومه، ده بيغير اصلا في طريقه فكرك ونمطك اللي انت واخد عليه طول حياتك. ازاي اصبر واعرف ان الحاجه دي مش هتجيلي على الجاهز، وهقرا من مليون مصدر وهقرا من مليون حته ومن مليون ويب سايت ومن مليون حد حاطط لينك هنا وحاطط لينك هنا. كل اللي انت بتعمله ده انا معاك ان هو مش بيغيرك من يوم وليله، بس على مدى بعيد هتتحول. وانا عارف ان ممكن ناس كتيره ما تكونش صبوره او ما عندهاش حته الصبر، ودي انا شايفها دي اهم حاجه في المجال. وبمناسبه السيلف ليرنينج والتعلم، فالفيديو ده سبونسرد باي سكيل شير. لو ما تعرفش سكيل شير فهي منصه تعليميه تحتوي على كورسات كتير جدا في كل المجالات، من اول كمبيوتر ساينس والمانجمنت والفاينانشالز لحد المهارات البسيطه زي كورسات الخياطه مثلا. فانا النهارده جايب لك عرض جامد، تقدر من اللينك اللي في الديسكربشن تشترك 30 يوم او شهر كامل على سكيل شير ببلاش، وتقدر انك تلغي الاشتراك في اي وقت خلال ال 30 يوم لو الخدمه ما عجبتكش. اوعى تقول لهم بس اني قلت لك تاخد ال 30 يوم بتوعك بعد كده تلغي الاشتراك عادي. ويلا بينا نكمل الفيديو. في حاله ان انت بتكتب كود فانت هتفضل تكتب الكود وتعدل عليه اكتر من 30,000 مره. حرفيا هتكتب الكود هتلاقي باجز، هتلاقي ايرورز، هتلاقي حاجات كتير محتاجه تتصلح، هتصلحها حاجات ثانيه هتظهر، وهتفضل تعدل على نفس الكود عشرات ومئات المرات على حسب حجم البروجكت. فانت فعلا هتتعلم الصبر، وان مفيش اي حاجه بتيجي من مره واحده، وده مضاد تماما لفكره البرفكشنزم او ان انت تعمل حاجه بيرفكت او كامله. مفيش اي حاجه في الحياه العمليه اسمها بيرفكت، انت دايما هتلاقي غلطات. مهما كتبت في كود هتلاقي ايرورز، مهما صلحت في مشاكل في حياتك الشخصيه هتلاقي برضو بعض العيوب. فانت هتختار ان انت تبص على العيوب دي وتصلحها، او تختار ان انت تدور على الكمال وتفضل طول عمرك تعيس بسبب حاجه زي كده. فكمبيوتر ساينس مش بس بتعلمك الصبر، دي كمان بتعلمك التقبل باشياء انت مش هتقدر تغيرها، حاجات انت ما تقدرش تتحكم فيها، وتقبل ان في اشياء حتى لو تقدر تتحكم فيها هي عمرها ما هتتصلح وعمرها ما تتغير، وان السعي للكمال ما هو الا جنون. وده بينقلنا لخامس نقطه واخر نقطه معانا في الفيديو النهارده، وهي التيم وورك او العمل الجماعي. من الناحيه الثانيه حقيقي كمبيوتر ساينس بتغيرك 180 درجه. انا من الاشخاص اللي كنت عنيد جدا، ولحد دلوقتي فيا بعض العند وبعض التمسك بارائي. دايما كنت شايف ان ارائي بس والمنظور بتاعي الشخصي هو اللي صح، ولكن كمبيوتر ساينس بتقدر تغير ده، لان انت في الجامعه بتبدا تعمل مشاريع مختلفه مع ناس مختلفه كل ترم، وده بيخليك تتقبل اختلاف وجهات النظر في كل شيء، بالذات في الشغل العملي. دايما هتلاقي ان في اراء مختلفه، وان كل واحد بيبدع في حاجه خاصه بيه هو، وان الفريق كله بيكمل بعضه. في حد هيكون متخصص في الديزايننج، في حد هيكون متخصص في الديفلوبمنت، حد هيكون متخصص في المانجمنت، حد هيكون متخصص في الانفراستراكشر، حاجات مختلفه كتير انت لو لوحدك عمرك ما هتقدر تعملها، وحتى لو تقدر تعملها لوحدك فالوقت ضيق جدا. لو انت في بيئه عمل جماعي كويسه وكل الناس بتبص في الاخر ان انت تطلع حاجه حلوه. انا دلوقتي كموبايل ديفلوبر موجود في تيم والديفلوبرز اللي حواليا نفس المايند سيت، كلنا بنسعى في الاخر ان احنا نطلع حاجه حلوه. انا بجيب اللي عندي وانت بتجيب اللي عندي وانت بتسيرش عندي، وده بيحاول يسعى ان هو يطلع معلومه من هنا. في الاخر كلنا بنصب في مكان واحد عشان نطلع السوفت وير بتاعنا كويس. فده انا شايفه ان هو هيكون مفيد جدا. فالتيم وورك هو من اكتر الحاجات اللي الكمبيوتر ساينس بتعلمك من اول مشروع، من اول ترم في الجامعه لحد مشروع التخرج. وخلال الفتره دي انت بتقابل ناس كتير جدا وبتتعامل مع ناس كتير جدا، فده بيأهلك ان انت تشتغل بعد كده في سوق العمل وتتعامل مع ناس مختلفه كتير، وتكون فعلا عمل جماعي وتشارك الناس. لان من اهم الحاجات اللي هتفيدك حتى على المستوى الشخصي هو الشيرنج ايدياز، ان انت تناقش الافكار بتاعتك وتشاركها مع الناس اللي بيشتغلوا معاك او الناس اللي قريبين منك. وعشان ما فيش حاجه كامله لازم تاخد التجربه كامله وتروح تشوف الفيديو اللي فات اللي كنا عاملينه برده عن حاسبات ومعلومات، واتكلمنا شويه عن بعض العيوب والمساوئ بتاعتها. فانا هسيب لك الفيديو ده هنا تقدر تروح تتفرج عليه، او تتفرج على احسن لابتوب للطلاب والخارجين في 2022. لو الفيديو عجبك يا ريت تعمل لايك وتعمل شير للناس اللي انت تعرفهم في حاسبات، وكمان تعمل لنا سبسكريبشن واشتراك في القناه وتفعل زرار الجرس عشان تشوف الفيديوهات الجديده اول باول. اشوفك في الفيديو الجاي. سلام.